إن شاء الله النهاردة هنعمل ضانية الشوكولاتة في البيت بطريقة سهلة جدا وبسيطة بقوام كريمي ناعم، ويكفي إنه مضمون ومعمول في البيت. بيحبوا طبعا الكبار قبل الصغار. يلا بينا نشوف هنعمل إيه. أول حاجة هندخلها هي المواد الجافة. عندي ربع كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، يفضل نوع يكون كويس. هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا، عليهم ربع كوباية من الكريم شانتيه الخام الغير محلى، ربع معلقة صغيرة من الملح. هنخلهم كويس جدا علشان أتجنب أي تكتلات تبقى موجودة في الكاكاو، والخطوة دي مهمة جدا. شايفين بقى التكتلات؟ بدأ إن أنا أنزلها بطرف المعلقة كده. هضيف عليهم ربع كوباية من السكر، طبعا السكر هنا حسب ما انت عايزة تقللي أو تزودي حسب رغبتك. هضيف عليهم 3 أكواب من اللبن، لكل كوباية حوالي 250 ملي بالأكواب المعيارية. هقلبهم كويس جدا واتأكد إن السكر معايا داب. هرفعهم على نار هادية وإيدي فيه باستمرار لغاية ما أحصل على قوام كريمي ناعم بالشكل ده. شايفين بقى قوامه؟ في الخطوة ديت وهو سخن هضيف عليه ربع كوباية من أي نوع شوكولاتة بتحبيه، وهقلبه كويس لغاية لما الشوكولاتة معايا تدوب. الخطوة اللي جاية دي مهمة جدا عشان أتجنب القشرة اللي على الوش بيقلبش معايا مهلبية أو بودنج، وعايزاه يكون ناعم. لازم أغطيه بأي كيس بلاستيك عندي أو أي ستريتش راب. الخطوة دي مهمة جدا. هغطيه كده وهو سخن وأسيبه يبرد معايا. شايفين بقى بعد ما برد لازم أقلبه تاني، ودي الخطوة دي كل ما تقلبي فيه كتير كل ما هيبقى معاكي كريمي أكتر. هبدأ أجهز أي أكواب أو أي كاسات عندي. شايفين بقى القوام؟ مفيش أي تكتلات، مفيش أي حاجة فيه، قوامه كريمي ناعم جدا. طبعا هاخده كده وأحطه في التلاجة. ولو حابة بقى تزينيه بأي مكسرات أو تسيبيه سادة زي ما بيتباع بره، حسب ما انتي عايزة. ولو عجبكم الفيديو منسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وتعليق حلو علشان يوصل لكم كل جديد. سهل وبسيط، ما خدش مننا وقت خالص، في 5 دقايق خلصناه. طعمه بجد جميل جدا وأحلى من بنجيبه من بره، وعملنا منه كمية حلوة قوي. جربوه هيعجبكم، وبالهنا والشفا.